السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نشارك معكم عصير صراحه كيجي زوين بزاف. عصير ميامي. هنا غادي نعطيكم طريقه التحضير وكيخرج كميه اللي هي كثيره بزاف كيف ما كنوريكم في هذا الفيديو. عندي هنا الخيزو، كناخذوا 2 كيلو ديال الخيزو، كنقيوه وكنقطعوه هكا طريفات، وكنحتاجو 2 كيلو ديال الليمون. بالنسبه لليمون كناخذوا الليمون الصغير. المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار، غير هذا الليمون هذا ديال المالدالين كيجي زوين بزاف هذا العصير. وغادي نحتاجو نص كيلو ديال وكنحتاجو نص كيلو ديال التفاح ونص كيلو ديال الحامض. بالنسبه للحامض كنحيدو من القشره الرقيقه الفوقانيه. عاد ديك الساعه كنعاودو نحيدو ديك البابه اللي الوسط، لان كتمرر لنا العصير ما غاديش نحتاجوها. هنا كيف ما كتشوفوا خديت الخيزو قطعته طريفات بهذا الشكل هذا. وغادي ناخذ الخيزو غادي نديرو هنا في الكوكوط. وبالنسبه للتفاح والحامض والليمون يعني كلشي غادي نخلطهم. بالنسبه الا كان عندكم الخوخ او اللي عندكم الفريز او اللي عندكم البنان كتخلطوه حتى هو وكديروا كلشي في الكوكوط، لان هذا الشيء كامل غادي نديرو فوق البوطه حتى غادي تسلق الخيزو وغادي يطيب التفاح. المهم كلشي، لان هذا العصير مختلف على العصير اللي ديما كنحضروا. وهنا خديت التفاح كنقيه، كنحيد منه غير هذا الشيء كامل اللي الوسط، وكنخليه بالقشور ديالو لان كلشي غادي نطحنو وغادي نعاود نصفيه. بالنسبه لهذا العصير هذا كيخرج واحد الكميه اللي هي كثيره بزاف، وبالخصوص الوقت ديال رمضان ضروري كنبغيو العصير فوق الطبله. يعني هذا العصير هذا غادي نستيك الوقت ديال كل نهار غادي تبداي طحني من احسن. كلشي كنديرو في القريعات، وكل نهار ان شاء الله كتجبدي القياس ديالك. هنا كناخذوا الحامض. بالنسبه للحامض هنا كناخذ حامضه هي اللي كنخلي بجلوف ديالها، كنحيد منها غير العظم. والحامض الاخر كنقيه، يعني كنحيد ديك الجلفه الرقيقه هي اللي غادي نخدم بها. اولا كتاخذوا الحكاكه كتحكوا كتاخذوا داكشي اللي كامل اللي حكيتو كتعودوا تخلطوه. بالنسبه للناس اللي ما قدروش ينقيو بهذا الشكل هذا. وبالنسبه لهاد البابه اللي غادي نحيد دابا هي اللي كنلوحها، لان علاش كتمرر لنا العصير. صافي كيف ما كتشوفوا في هذا الفيديو كنحيد غير هاد البابه هي اللي كنحيد، وكنعاود نخدم بهذا الحامض هذا، يعني كنقي وكنحيد منه العظم وكنعاود نخلطه مع الخليط اللي عندي. بالنسبه لهاد الطريقه راه زوينه بزاف، وحتى العصير كيجي المذاق ديالو زوين بزاف. هنا غادي نستمر حتى غادي نسالي هاد الكميه كامله، غادي نقي هاد الشيء كامل. بالنسبه لهاد العصير كيجيب مذاق الخوخ زوين بزاف. انا صراحه ما عنديش، وكتعرفوا الموسم ديال الخوخ باقي ما كاينش، يعني اكتفيت غير بالفريز هو اللي عندي وشويه ديال البنان، يعني خلطتهم بجوج كانوا عندي في الثلاجه وخدمت بهم. هنايا بعد ما سلقت هاد الشيء كامل وطاب كيجي على هاد الشكل هذا. وهنا غادي ناخذ القياس ديال السنيده، غادي نزيد على الخليط اللي عندي وغادي نخليه فوق البوطه، يعني كيطبخ هذا الشيء. وغادي نخلي هاد السنيده حتى غادي تذوب، وعاد ديك الساعه غادي نطفي البوطه. من بعد غادي نخليه حتى غادي يبرد، عاد ديك الساعه غادي نطحنو وغادي نصفيو في نفس الوقت. وهنا بعد ما برد الخليط اللي عندي غادي نميكسي هاد الشيء كامل، يعني غادي ناخذ القياس ديال الخليط وغادي نطحنو، وفي نفس الوقت غادي نصفيه. صدقوني البنات بالنسبه لهذا العصير راه كيجي زوين بزاف، غير جربوه كونوا على اكيد انه غادي يعجبكم. وحتى المذاق كيجي يعني احسن من ديال الزنقه. داك الميامي اللي كنشريو حنا في الزنقه صراحه كيجي هذا خطير بزاف. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وغادي ينفعكم بالخصوص الوقت ديال رمضان، لان كيخرج واحد الكميه اللي هي كثيره. وهنا بعد ما طحنا العصير اللي عندنا صافي كنبقى نصفي بشويه بشويه. بعد ما غادي نساليو هذا الشيء كامل غادي ناخذوا القياس ديال الماء اللي غادي نخدموا به صافي، وغنبقى نضيفوا بشويه بشويه. وهنايا كنكونوا سالينا كل شيء وغادي ناخذوا واحد حك ديال دانون. بالنسبه للدانون اللي بغيتو تطحنوا مع الخليط اللي عندكم، الا ما بغيتوش تخليوه هو الاخر كيف ما درت انا، لان باقي غادي نصفي هذا الشيء. داكشي علاش خليت دانون هو الاخر. هنا صافي بعد ما ساليت غادي ناخذوا الحك ديال دانون غادي نخلطو مع العصير اللي عندي. بالنسبه للسنيده ضفت القياس في الاول فاش كنت كنطيب الخليط اللي عندي. وهنا غادي ناخذ حك ديال دانون كيف ما درتو هنا. غادي ناخذ القياس ديال العصير غير باش يتخلط ليا صافي. بالنسبه للدانون اللي بغيتو تضيفوا 2 حكيكات، المهم انا ضفت غير حك واحد ديال دانون. بالنسبه لكم نتوما لكم الاختيار. كنتمنى ان شاء الله العصير ديال اليوم اللي وجدت معكم يكون عجبكم،
وغير جربوا ما غاديش تندموا عليه. غادي نعاود نخلط هذا العصير ديالي كامل صافي، وغادي ديك الساعه نضيف القياس ديال السنده الحامضه، وغادي نزيد الماء لانه ماشي هو هذا القياس ديالو، باقي غادي نزيد الماء لانه باقي خاطر بزاف. وعاد ديك الساعه غادي نديرو في القريعات. بالنسبه لهاد الكميه راه كتخرج واحد الكميه كيف ما قلت لكم، كتخرج واحد الكميه اللي هي كثيره بزاف. انا بالنسبه لهذاك الخليط اللي درت الاول فاش كان كيطيب يعني خرجت منه جوج كميات. بالنسبه للكميه الاولى هي هذه كيف ما كتشوفوا كيخرج واحد الكميه اللي كثيره بزاف. صراحه كننصحكم انكم تجربوا هذا العصير هذا. ولا بغيتو تزيدوا ليه شي اضافات اخرى كيف ما قلت لكم بالنسبه للخوخ، الا بغيتوش تضيفوا الفريز تقدروا ديروا الخوخ، او ما بغيتوش ديروا الخوخ تقدروا ديروا غير البنان بوحدو. المهم الاختيار كيبقى لكم. انا هنا غادي نوريكم القياس ديال العصير كيف خصو يكون. هنايا غادي ناخذ هاد القرعه هذه وغادي نكب لكم هنا شويه في الكاس غير باش تشوفوا ديك القياس ديال الختوريه اللي خصها تكون فيه، يعني ما تجريوش بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش خاطر، يعني القياس ديالو هو هذا وكيجي زوين. وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله اللي دخل القناه يدير لنا لايك ما فيها باس ويدعمنا في القناه باش ان شاء الله نوصل لكم كل ما هو جديد. وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم لهذا الفيديو، وكنقول لكم مبروك عواشركم. وان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرين وبشي حاجه اللي تكون سهله وفي نفس الوقت تكون كتخرج شي كميه كثيره اللي بحال ما هكذا. كنتمنى ان شاء الله الفيديوهات اللي من قبل اللي حطيت لكم يكونوا عجبوكم، وحتى هذا الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. وهنا غادي نوريكم الكميه اللي كنت صوبتها حتى هي، لان باقي ما طحنتوش، خليته حتى غادي يبرد عاد ديك الساعه حتى هو غادي نطحنو. المهم بالنسبه لهاد الكميه حتى هي غادي نخليها، لان هاد القياس اللي كنت عطيتكم ديال 2 كيلو من الحاجه كيخرج لي هاد الكميه كامله. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يكون عجبكم وتستافدوا منه ان شاء الله. ما بقى لي الا نودعكم حتى الفيديو الجاي ونتلاقاو ان شاء الله. بسلام عليكم.